فتحت البرطمان عشان تاخد معلقة واحدة، وفجأة بطريقة أنت مش فاهمها المعلقة بقت 2 و3 و10. هل أنت مدمن سكر؟ هل السكر مخدرات؟ علميا السكر مش مصنف كمادة إدمانية زي الكوكايين مثلا، والجدل الطبي عليه كبير. لكن اللي بتحسه ده مش وهم، ده فخ بيولوجي متصمم مخصوص علشان يغفلك. المخ عنده حاجة اسمها نظام المكافأة. الشركات مش بتبيع لك سكر سادة، دي بتبيع لك مزيج متفجر من السكر المكثف مع الدهون وقوام كريمي ناعم بطعم يخليك تقدر تاكل كمية كبيرة بسهولة. المزيج ده بيمشي في عروق مخك وبينور دوائر المكافأة، فيقولك أنا عاوز تاني فورا. بص كده على برطمان النوتيلا، المكون الأول فيه مش البندق، المكون الأول فيه هو السكر الأبيض ويليه زيت النخيل. المشكلة مش إن السكر والدهون لما بيجتمعوا بيعملوا مادة سامة، المشكلة إن المزيج ده بيخدر مراكز الشبع. أنت ممكن تبلع 500 سعر حراري في دقيقتين ولسه قادر تكمل. على العكس لو أكلت نفس السعرات دي بروتين وألياف هتشبع غصبا عنك. طيب والفركتوز الموجود في السكر؟ السكر الأبيض أو السكروز بيتكسر في الجسم لجلوكوز وفركتوز، والكبد له دور أساسي في التعامل مع الفركتوز. وطبعا بتوع الترندات هيقولوا لك ما الفاكهة فيها سكر وفركتوز والناس عايشة. لا معلش، ما تقارنش الموز بالنوتيلا. الفركتوز اللي في السكر المصنع بيروح فورا للكبد، ومع الإفراط المزمن بيتحول لدهون على الكبد ومقاومة أنسولين عليه. أما الفاكهة بتيجي بطريقة ربانية معاها شبكة ألياف ومية وفيتامينات بحجم بيساعد على الشبع، والألياف بتبطئ الامتصاص وبتحمي الكبد. الخلاصة، هل النوتيلا مخدر؟ لا. هل جسمك محتاجها؟ برضو لا. هل تركيبتها ممكن تخليك تاكل منها أكتر مما كنت ناوي وتدمر صحتك وإنت مستمتع؟ ودي هي النقطة المهمة. فبدل ما تقول أنا مدمن سكر وما أقدرش أعمل حاجة، افهم إن البيئة حواليك وتركيبة الأكل وعاداتك كلها بتلعب دور في رغبتك في الحاجة الحلوة. ولو عاوز تعرف إيه اللي بيحصل لجسمك مع الإفراط المستمر في السكر، من مقاومة الأنسولين لحد تأثيرات أعمق على إنتاج الطاقة داخل خلايا جسمك، لحد أنواع الالتهابات المزمنة بسبب السكر ده، ادخل فورا شوف الحلقة الكاملة السكر والنوتيلا والحلويات، الحلقة 7 من سلسلة لما الصحة تبقى ترند. استنى معانا الحلقة الأخيرة اللي هنرد فيها على كل التساؤلات ونسيب الحكم الأخير ليكم، طيبات ولا مهلكات.